السلام عليكم أصدقائي. قصتنا اليوم قصة اللي غريبة، مستحيل تصدقوا أنها وقعت في دولة عربية. من كثرة الصدمة اللي غتصدمكم ما غتصدقوش أصلا أنها وقعت وممكن توقع. عنوان قصتنا اليوم: مغربية تطهو لحم عشيقها بالإمارات. اتهمت النيابة العامة في الإمارات سيدة مغربية بقتل عشيقها وطهوه وإطعام أجزاء من جسده لعمال باكستانيين. ويقول ممثل النيابة أن السيدة قتلت عشيقها قبل نحو 3 أشهر في مقر إقامتها في مدينة العين، لكن الجريمة لم تكتشف إلا أخيرا حين جاء شقيقه للبحث عنها. ووفقا لما نشرته صحيفة ذا ناشونال الإماراتية صادرة بالإنجليزية، فإن السيدة في الثلاثينات من العمر، وقالت في التحقيقات أن الجريمة حدثت في لحظة جنون. قصتنا وقعت في 2018 في الامارات العربيه المتحده، وتحديدا في مدينه العين. فين غيكون مشى هذا هو السؤال اللي كان في بال عصام ملي كان كيصوني لخوه احمد وما كيجاوبوش في التليفون. عصام كان عايش في عجمان وعنده خوه احمد عايش في العين، فايام يصوني ليه تليفونه كيصوني ولكن ما كيجاوبش. داز مده ولا كيصوني له كيلقى تليفونه طافي، خا هكاك ما يأش، كيصوني له لمده ديال 3 شهور تقريبا والو ما كيجاوبش. اقتنع اخيرا ان خوه واقع عليه شي حاجه. وصلت الخبار ديالو للمغرب، حيت حتى هما ما كانش كيجاوبهم، ما كيجاوب لا صحابو لا عائلته لا خوه اللي كاين حتى هو في الامارات. كلشي تخلع عليه، ولكن خوه كان عارف انه عايش مع عشيقته مغربيه سميتها ماها اكبر منه في السن، عمرها 37، واحمد في عمره 27 سنه. كانت بيناتهم علاقه استمرت لمده ديال 7 سنين. عصام مشى لعجمان كيشان عند ماها، عليها سولها اللي اخويا هذه المده ديال 3 شهور وانا كنصوني له ما كيجاوبش. مشى وباتو بطريقه ماشي تليه، قالت ليه: ياك نتوما باغيين تزوجوه ببنت خالته اللي في المغرب، انا ملي عرفت هذا الشيء راني جريت عليه. يمشي دابا يتزوج ببنت خالته، يقلب على خوك في شي جهه اخرى. هذا هو الرد ديال ماها اللي قالت لعصام. هو ما تيقهاش وشك فيها، وخصوصا ان احمد ما عندوش معارف في الامارات من غير خوه عصام ومن غير ماها. يعني فين غيكون مشى؟ ما يمكنش ماها اللي كيعرفها وكتعرفوا مزيان وما بعضياتهم هذه اكثر من 7 سنين وما تكونش عارفه فين مشى. واخا تكون جرات عليه غتكون عارفه على الاقل فين كاين. عصام ما تاقش فيها، غير خرج من عندها مشى نيشان للشرطه اللي قريبه لتما وبلغ وقال لهم انه شاك في ماها، وتيأكد قول لهم انه شاك فيها لانه ما كيعرف حتى شي واحد من غيرها. البوليس استدعوا معها، بداو كيحققوا معها. هي من طبيعه الحال نكرات، قالت لهم ما عرفتش فين مشى، وعاودت لهم نفس الهضره: انا سمعت ان عائلته باغيين يزوجوه، ملي سولته قال لي راه باغيين يزوجوني بنت خالتي وانا جريت عليه. يمكنش لي نصبر انني 7 سنين وانا معاه وما تقبلش انه يسمح فيا بهذه الطريقه. جهاز الامن ديال مدينه العين صدر امر بتفتيش الشقه ديال ماها، لان عصام كان كيأكد للبوليس ان خوه ما تعرفش من غيرها. مشاو البوليس الشقه ديالها، دقوا عليها ودخلوا. ملي قلبوا الشقه كلشي تصدم، وكانت المصيبه الكبرى. لقاو نص درسه في الخلاط الكهربائي، خداو داك النص درسه ودوه للطب الشرعي وتاكدوا انه ديال احمد. في ديك الساعه تعقلوها وبداو التحقيق معها. ما تعطلاتش، نهارت وبدات كتعترف. قالت للبوليس: انا اللي قتلته. ملي قال لي راه مو باغا تزوجو بنت خالته وهو ما يقدرش يخسر ليها وغيتزوج بها. ديك الساعه تشادات معاه وطعناتو شحال من طعنه بالسيف. من بعد قطعت الجثه ديالو، دارت برمه كبيره كتغلي بالماء، حطت فيها الاعضاء ديالو باش تسلخ اللحم على العظم، ومن بعد دات دوك العظام. كتقول معها ان التقطيع ديال احمد دوزت فيه 3 ايام وهي كتقطع فيه، مع انها استخدمت بزاف ديال المواد التنظيف والمعقمات باش تمحي اثار الجريمه. سبحان الله العظيم، هذه القطعه من درسه احمد هي اللي كشفتها، من الروح عزيزه عند الله. بقاو السنه في الخلاط الكهربائي لانها كانت كتفصل اللحم على العظم وتديرو في الخلاط باش يتطحن. والصدمه الكبيره هي اللي غنقول لكم دابا. فبعض المصادر كتقول ان هاد ماها ولات مجنونه، وخصوصا ملي اكتشفت ان احمد غادي يتزوج عليها وهي 7 سنين وهي معاه وكتعاونو في كل شيء وكتعطيه حتى الفلوس. ملي خوا بها ولات متشبعه بفكره الانتقام، وصلت بها الدرجه انها تستعمل داك الخلاط باش تخلط اللحم ديالو مع اكله سميتها المجبوس. دي اكله اماراتيه فيها الرز واللحم. خلطات اللحم ديالو هاد الاكله عطاتها العمال، كانوا حدا الشقه العمال الباكستانيين، كلاو منها حتى عياو على اساس انها تصدقات. ماها تحكمت بالمؤبد ومازال لحد الان هي مشدوده. السيدة المغربية وصفت الجريمة بأنها وقعت في لحظة جنون. هل هذه اللحظة تستمر إلى هذا الحد، يعني إلى هذه المدة، أن يقطع الجسد ثم يتم طهو أو طهيه للبشر، يعني ليأكلوه؟ هل من الممكن أن يحدث ذلك؟ جميع يعني هذه طبعا هذه حالة لا تحدث يوميا أو بشكل كثيف في عالمنا الحمد لله، ولكن شخص ما يختبر في حياته على مستوى الشخصي يتعاطى، يعني يتفاعل مع الآخرين على نفس الصورة. يعني هذه الإنسانة من دون أن أعرف لا حالتها ولا نفسيتها ولا تركيبة شخصيتها ولا شيء عنها، ولكن صحيح. يعني هل الحب قد يصل به الحال إلى القتل، يعني الانتقام؟
طبعا الإنسان الذي لا يحتوي على سلام داخلي وعلى قدرة عالية من تقبل جميع التجارب في الحياة قد يكون عاجز عن التعاطي مع خسارة ما، والخسارة هي ليست خسارة الشخص الآخر أو الشريك أو الحبيب، ولكن خسارة شعور معين من الداخل